السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء السعادة، ومساءكم كالعادة سكر بزيادة. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا متأخر عليكم بقالي اكتر من 5 ايام، لان فعلا واخد دور تعب جامد، تعبني جدا جدا جدا، فبعتذر طبعا على التأخير ده يا جماعة. النهارده الحلقة رقم 15 مع نشر الزغاليل. في الحلقة الأخيرة قلت لك سيبني كمان 4-5 ايام وهفرجك على الزغاليل دي، بعد كده تطلع من البيبان تشوط. والزغاليل دي لو قعدت على العرق رنخت، ازاي انا اخليهم يشوطوا؟ طب ايه اللي انت كنت بتتعامل مع الزغاليل ديت، او الطريقه اللي انا كنت بتعامل بيها مع الزغاليل دي في فتره ال5 ايام دول يا جماعه؟ انا كنت تعبان فيهم، كنت بطلع افتحهم نص ساعه واقفلهم على طول. ما عملتش حاجه تانيه غير كده، افتحهم نص ساعه اقفلهم على طول. ده بالنسبه للزغاليل الغزار. طب بالنسبه للست زغاليل التانيين اللي معاهم الاحمر اهم، بصوا اهم، ادي الست زغاليل التانيين طايرين اهو. معلش بقى انا ما قدرتش افتح ايه كاميرا من الاول، لاني ما كنتش هصور برضو النهارده. اهم ادي الست زغاليل اهم، اعمل بقى اهم يا جماعه. بصوا اهم، انا فاتحهم كده داخلين في ساعه الا ربع، داخلين في ساعه الا ربع. انا مش عارف الفوكس بقى معاكس ليه كده فين دلوقتي، انا مش فاهم بقى. اهم شايفينهم حضراتكم؟ داخلين في ساعه الا ربع. هم كل يوم انا بفتحهم يا جماعه بيدوني الساعه شغل، يضربوا مشوار كده ومشوار كده ومشوار كده ومشوار كده، انا ما بشغلش بالي بيهم. انا بفتحهم يطلعوا ساعه، بينزلوا يحطوا 5 دقايق على الظهر، ياخدوا نفسهم، افتح لهم المصطبه، ياكلوا يشربوا، بفتح الدفعه الثانيه. هرجع لكم تاني عشان ما نطولش الفيديو، وانا فعلا تعبان بجد. كل اللي انا طالبه منك حاجه واحده بس، عاوز تشجعني بجد، عاوزني ابقى مستمر دايما، عاوز اشوف التفاعل بتاعك، عاوز كومنتك الحلو اللي دايما بيشجعني، لايك على الفيديو ده. نوصل يا جماعه 1000 لايك، يعني الفيديو بيجيب 5-6000 مشاهده، 1000 يعملوا منهم لايك، والله ما ياما ولا كتير. تستخسرش في اخوك اللايك، لان ده بيفيدني بجد. طبعا الزغاليل دي هتنزل اهو، بصوا اهو، الزغاليل دي هتنزل، هتخلص وتنزل. بعد ما تنزل هنحبسهم، بعد ما نحبسهم هنروح نفتح بقى مين؟ الدفعه الثانيه دي اهي. وفيهم واحد عمال يكح، الطرطور ده عمال يكح مش عارف ليه. هنظبط له الدنيا ان شاء الله. لو الزغاليل دي النهارده ما قامتش تشوط، انا هتدخل النهارده بايدي. يعني ايه هتتدخل؟ ده اللي انا هوريه لك النهارده. هعمل لهم حاجه كده لازم اعملها لهم لمده 3-4 ايام علشان يشوطوا. في شغله لازم اعملها مع الزغاليل دي لو هما ما شوطوش لفتره 3-4 ايام. طب الزغاليل دي فكه كام يا ابو حازم؟ عجبني قوي السؤال ده. الزغلول بيطلع الغيه بيصاصي، ما بيفكش ريش. عقبال ما يقعد في المصطبه ويقعد في الارضيه ويطلع على الظهر وينزل والكلام ده كله دشار، بيفك ريشه. خلاص بيفك ريشه. الفتره اللي بعد كده بتاعت التشويط اللي هي من 25 يوم لشهر، عقبال ما يخلص فتره التشويط دي يكون فك 3. الزغلول بيفك ريشه من 15 ل18 يوم. كل 15 يوم الزغلول يفك ريشه، من 15 ل18 يوم. في فتره الشهر دي الزغلول يفك 2، وهو فاكك واحده يبقى كده فك 3. في بدء الفك الريشه الثالثه، وبتكلم على الزغلول الغزار، تبدا الزغاليل دي اللي هي تلم بعض وتاخد مشاوير. فك 3 يعني متوعي شويه وفاهم خلاص، تمام. ده بالنسبه للغزار. بالنسبه للاسترالي، الاسترالي ممكن وهو بيصاص يطلع وينزل على الظهر، ممكن وهو بيفك ريشه يشوط ويلموا ببعض كمان وهم فاكين ريشه. ده بالنسبه للاسترالي وللشامي. خلاص هنستنى بس البهوات دول ينزلوا هم ونحبسوهم، وهرجع لكم تاني واحنا بنفتح الطريحه التانيه ونشوف التدخل اللي انا هتدخل النهارده فيه. لو هم ما شوطوش، لو هم طلعوا النهارده على الظهر ما شوطوش، لازم تدخل مني، فانتظرونا عشان احنا راجعين. رجعنا لكم يا رجاله تاني. طبعا الزغاليل خلصت وقعدت على الظهر شويه بتوعهم اللي احنا متعودين عليهم، ال5 دقايق اللي بياخدوا نفسهم فيهم وكلهم بيبصوا للمصطبه. يلا بينا
حنكش، حنكوره، ابو قوره، ابو شفطوره. يلا يا رجاله، يلا ابو زماره، يلا بينا يلا بينا يلا بينا. خلاص دي كده خلاص خلصت شغلها النهارده. تمام، يلا بينا بقى نخشوا على الدفعه اللي المفروض تشوط يا جدعان. يلا بينا. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اتفرج اهو 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 اهو. اتفرج اتفرج يا ريس، اتفرج يا ريس، اتفرج يا ريس، اتفرج يا ريس، اتفرج اهو اهو. ده مين اللي بيجري ده؟ مين اللي كان بيجري ده؟ بنيدي. زغلول دمه حامي يا جدعان، والله العظيم البيت ده دمه حامي قوي عندي. هنا بقى انا بتكلم في الحته دي اهي، انا عاوزهم يطلعوا من البيبان على الجو. طب استنوا بس كده عشان في ايه؟ الشفر. خليك انت دلوقتي عشان انت زغلول تقيل بصراحه. حلس انت بتخش ليه؟ اطلع اطلع اطلع. طبعا دلوقتي يا جدعان انا هقف هنا وهقعد اتفرج عليهم. خلاص ادي الدفعه كلها موجوده قدام حضراتكم، هتفرج عليهم، هشوف هيشوطوا، هيقوموا من على الظهر، ولا هيناموا ننه. الناموا ننه ليها تدخل معاهم اهو. لو ناموا ننه على الظهر ليها تدخل معاهم، عشان الزغاليل دي ما تقعدش كده مرنخه ومريحه. ايه التدخل اللي هتعمله يا ابو الترابيب؟ انا هفضل قاعد معاهم كده ربع ساعه اتفرج عليهم. فركوا من على الظهر وكسروا دوره وقاموا من على الظهر وحطوا تاني واحد في واحد في واحد كده زي الفل، مش هتدخل اهو زي ما انت شايف كده اهو. بص اهو يبدا الزغلول يفرك من على الظهر. طيب ما قاموش يا عم التربو من على الظهر وفضلوا قاعدين مش عاوزين لا يطيروا ولا يهووا ولا يتحركوا ولا يعملوا اي حاجه. هعمل معاهم ايه عشان احركهم؟ تسيبهم الفتره اللي انت بتسيبهم فيها على الظهر، ربع ساعه نص ساعه زي ما انت بتسيبهم سيبهم. ولكن خد بالك من الحته دي، قبل ما افتح المصطبه واحبسهم هديهم هشه بايدي. امتى؟ قبل ما افتح المصطبه واحبسهم هديهم هشه بايدي كلهم، اسمها قرش التحبيس. هما بصوا اهو، هما بيقوموا من على الظهر، هما بيفركوا اهو عشماوي اهو. بصوا بيفركوا وبيقوموا من على الظهر. لكن انا بقول لك لو ما قاموش والزغاليل دي ما ترن. بص اهو 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 حلو قوي كده، هو ده اللي بتكلم عليه التشويط ده. بص اهو اهو هيبدا بقى التشويط اهو قدام حضرتك اهو اهو تشويط اهو اهو. وراح فين؟ هم راحوا فين؟ فاضل اتنين كده راحوا يشوطوا ورا. خد يا ابني انت رحت فين؟ تعالى ده احنا بنصور فيديو، تشوط تروح ما تجيش تبقى مشكله. اهم اهم يا جدعان، بصوا بنفسجي اهو وبنيدي اهو اهو. ادي البنيدي اهو وادي البنفسجي اهو. عينكوا على البنفسجي تشويط اهو، ده تشويط اهو قدام حضرتك اهو. يشوط 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 ويجي يحط على الظهر، ده اسمه تشويط. وادي البنيدي بيشوط وجاي اهو 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 اهو. البنيدي حط. بص البنفسجي بقى فين؟ بص البنفسجي فين حضرتك اهو. اتفرج كده عليه اهو اهو. بص 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 وطواط نازل، وطواط نازل يا جدعان على الغيه، وطواط. لو ما لقيتش فرق منهم على الظهر بعمل الحركه اللي بقول لك عليها دي، علشان الزغاليل دي ما تريحش مني وترنخ مني. قبل ما اقفلهم على طول في ميعاد كلفتهم لازم ميعاد الكلفه يكون ثابت. يعني مش يوم تفطرهم يوم تغديهم يوم تعشيهم، فطار فطار غدا غدا. ميعاد الاكل بتاعهم ثابت، ميعاد الفتح ثابت، ميعاد القفل ثابت. عملت الثلاث حاجات دول خدت نتيجه كويسه. لعبت في الميعاد بتاع الاكل بتاع التفتيح بتاع التبويب، اعرف اللي انت كده ما بتعملش زغاليل صح، وهتبوظ منك وهتركب منك وهترنخ منك والدنيا هتبوظ معاك ومش هتعرف تعمل طريحه زغاليل زي الغوايه. دي الحلقه رقم 15. كل طالبه منك تصلي على النبي في الكومنتات، تعمل لايك على الفيديو، راعي اخوك اللي تعبان بجد. وطالع اعمل لكم الفيديو النهارده عشان انتوا وحشتوني، وناس ياما منكم دخلت لي على اللايف وقالوا لي يا ابو حازم فين الفيديوهات بتاعت الزغاليل؟ قلت لهم انا تعبان بجد بقالي 5 ايام تعبان. تمام؟ اهو الكلفه بتاعتي شغال عويجه دلوقتي مع دول اهو، وادي عشماوي اهو.
بصوا وادي عشماوي، بصوا عشماوي اهو اهو. ده فرق اسمه فرق كده، بيفرك من على الظهر، بيفركوا. تمام تمام. هسيبكم دلوقتي. المفروض ان انا ما ادهمش كرشه، المفروض الزغاليل دي انا ما ادهاش كرشه. ليه ما ادهاش كرشه؟ هم بيقوموا لوحدهم، هم بيقوموا يفركوا لوحدهم، مش محتاجين ان انا اكرشهم. ولكن انا هوريك تتعامل ازاي مع الزغاليل بتاعتك لو ما بتفركش كده وهم لسه فاكين ريشه. هم كده لسه فاكين ريشه، ما بيفركوش وقاعدين على الظهر كده متنبلين مرنخين شاربين ميه مخلل. ما ينفعش الزغلول لك يشرب ميه مخلل، لازم يكون عنده نشاط وطاقه كده ايجابيه. لكن الزغلول اللي مبرطش كده على الظهر لازم احركه انا بقى. احركه ازاي يا عم التربه؟ هقول لك دلوقتي. احط لهم الكلفه في البيبان، اغير لهم الثلاث مسق بتوعهم، لازم الميه كل يوم تتغير. احط لهم الكلفه بتاعتهم وبعد كده هرجع لكم تاني. ده الزغلول الغزار اللي انا كنت مطلعه اخر واحد اهو اهو. والزغلوله اللي انا نزلتها يا جدعان الغزال البيضه توفت، ماتت. فالحمد لله الحمد لله. خلاص هو كان عندها دور تنفسي وكنكر داخلي وما استحملتش العلاج الثلاث ايام فماتت. فالحمد لله نور الحمد لله على كل حال، وربنا يبارك لنا في الباقي دول. هنحط الميه بتاعتهم دلوقتي وهنحط الكلفه بتاعتهم ونظبط لهم الدنيا وهرجع لكم تاني. وانا بقفلهم هديهم كرشه علشان اقول لك الكرشه تتعمل ازاي، علشان اقول لك الكرشه تتكرش ازاي. خلاص استناني عشان انا جاي لك تاني. يلا يا رجاله، رجعت لكم تاني يا اخواتي. خلاص كده ميعاد قفلهم. قاموا فركوا تاني، قاموا شوطوا تاني، قام زغلول في زغلول. بصوا ده الزغلول الغزار الابيض اهو. قاموا واحد في واحد عملوا اللي انا عاوزهم يعملوه. خلاص حطيت دلوقتي الكلفه بتاعتنا قدام حضرتك اهي، دور عويجه اهي. غيرنا الميه بتاع الثلاث مصاطب ودلوقتي ميعاد قفل الزغاليل. واللي انا هعمله دلوقتي ده ما تعملوش غير في حاله واحده بس، غير كده ما تعملوش. ايه هو؟ لما الزغاليل بتاعتك تفك ريشه وداخله على فكه الريشه الثانيه وهم بتفتحهم يقعدوا على الظهر ويناموا، تعرف ان الزغلول ده على طول شارب ميه مخلل، على طول طالع عامل لي كده على الظهر. فانا عاوزك تتحرك، عاوزك زغلول بتفرك من العرق ده للعرق ده، تقوم تكسر دوره تقوم تشوط. عاوزك كده، عاوزك زغلول دمك حامي ما تبقاش مرنخ، علشان بعد كده تبقى مؤهل للنشء. فهنعمل ايه بقى لو الزغاليل بتاعتي بصوا هما بيعملوا ايه؟ برضه مش ساكتين، عمالين يرفرفوا، عمالين يهووا، عمالين يقوموا. كل ده علشان الزغاليل دي تتفتح نص ساعه بس. لو الزغاليل دي تتفتح ياما يا جماعه مش هيعملوا كده. تمام؟ طيب الزغاليل مرنخه بقى ابو حازم منهم مش عايزه تقوم، فتحتهم وسبتهم شويه ودلوقتي جه ميعاد الكلفه بتاعتهم اللي انت هتقفلهم فيها. خد بالك من اللي انا هعمله، خد بالك. انا جبت حبايتين عويجه اهي اهم. خلاص بص بقى هعمل ايه، هرميهم هنا اهو. بص هرميهم فين؟ هرميهم هنا اهم. هجمعهم كلهم هنا، خد بالك كده اهو. احاول اجمعهم كلهم جنب بعض واخش بايدي بالراحه جدا، ما تفزعهمش جامد. بص هرفع ايدي جنبيهم بس اهو. بص اهو. بص بقى حضرتك انا عملت ايه؟ فركشتهم كلهم من بعض اهو كلهم اهو. بص الزغاليل، بص الزغاليل عامله ازاي اهو. بص حضرتك واللي جاي لي من هنا واللي جاي لي من هنا واللي جاي لي من هنا اهو قدام حضرتك اهو قدامك. دي انا بعملها وبقفل على طول على الزغاليل اهو. واخر زغلول اهو بيشوط، حط. وده باكستاني جه حط جنب مني معرفش بتاع مين. بصوا باكستاني اسود ده ولا بس ده والله ما انا عارف باكستاني ولا بلدي. بصوا ده واقف فين اهو. خلاص يا رجاله، وادي الزغاليل كلها. بص هتلاقي واقفه فين بقى، تعالى بص يا باشا الزغاليل وقفت فين.
اهي بص اهم، شايف؟ بديهم واحده كده خفيفه اقومهم من على الظهر علشان ما يرنخوش، وبعد كده اقفلهم على طول، ما اقعدهمش بقى على الظهر كده. خلاص المفروض ان انا هقفلهم، المفروض دلوقتي هيتقفلوا اهم. عاوز بس الشويه اللي هنا دول يجوا لي هنا، فهعمل ايه بقى؟ بص يا باشا، انا هفتح الشباك ده، هم هيشوفوا الشباك بيتفتح اهو من هنا. بص ارفع لهم ايدي من هنا اهو، خلاص هم كلهم هتلاقيهم جم هنا. بص 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 اهو، بص بص جم ازاي هنا اهو اهو. يلا يلا هناك، يلا كلكم هناك، يلا عشان يتقفلوا، يلا روحوا هناك، يلا كتاكيتي، يلا كتاكيتي. تعالوا بقى نطمنا عليهم ونعدهم كده قبل ما نقفلهم. احنا معانا 16 زغلول، ادي 2 3 4 6 8 10 12 14 15. فاضل زغلول، فاضل زغلول. مين هو بقى اللي فاضل؟ نعد تاني، نعد تاني. 2 4 6 8 10 12 14 15 زغلول. فاضل لي زغلول، فاضل لي زغلول. مين هو بقى؟ ركز كده معايا، نركزوا مع بعض ونشوف انه الزغلول اللي ناقص. ها مين؟ ها رجاله بصوا فيهم كويس، مين الزغلول اللي ناقص؟ ناقص واحد، ناقص واحد، ناقص واحد، ناقص زغلول. خليكم بقى كده معايا نبص عليهم ونعرفوا مين اللي ناقص. ليه؟ علشان ما نحبسهمش وناقص زغلول، نبقوا عارفين حتى مين الزغلول اللي بره دوت، ولا هو فين، ولا بيعمل ايه. ها مين هو؟ انا بحاول اجمع والله يا رجاله اهو، بحاول اجمعه. مين 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 مين؟ هرجع لكم تاني ده يا رجاله عشان ما نطولش الفيديو واحنا بندور على الزغلول هو مين. بصوا يا رجاله، الزغلول اللي فاضل الزغلول الحلس، الزغلول الحلس اهم. ادي الزغاليل اهي، اللي ناقص الزغلول الحلس. خلاص مش هقفل الزغاليل دي غير لما الزغلول الحلس يجي. هو فين بقى؟ واقف ورا العماره، واقف على مركن، واقف على بيت، انا قاعد في انتظاره دلوقتي يجي وهرجع لكم تاني وهنقفله على طول. تمام؟ قرشه واحده، القرشه التانيه يا باشا بركنه، القرشه التانيه بركنه على طول. ما تكرش القرشه ديت او تعمل كده غير لما تحس ان الزغاليل بتاعتك شايله بعضها كويس. خلاص انتظروا كده الحلس يجي وهرجع لكم تاني ان شاء الله. بصوا يا رجاله الزغلول الحلس واقف فين؟ بصوا انا لسه شايفه دلوقتي، عمال ادور عليه. بصوا لسه شايفه دلوقتي. بصوا الزغلول الحلس واقف فين؟ واقف على الارسال فوق اهو اهو، شايفينه؟ اهو هو عمال يبص تحت عاوز يرمي نفسه اهو. بصوا فين؟ على الارسال فوق اهو، شايفينه يا جماعه؟ اهو اهو. طبعا انا سايب اخواته طالعين نازلين قدام منه كده اهو يا جماعه. هو هينزل يرمي دلوقتي نفسه عليهم. يلا اول ما يرجع كده ويرمي نفسه عليهم هصوره لكم ونقفلوهم على طول. خلاص انتظرونا راجعين تاني يا رجاله. انا قلت بس اصوره لكم اول ما شفته على طول. انا بدور عليه مش لاقيه، ببص فوق لقيته اهو. بص واقف فين؟ احنا معاه. والفرد ده عاوز ينزل، الفرد ده عاوز ينزل الغيه بره، احنا مالناش دعوه بده. احنا عايزين بتاعنا بس كده، وربنا يبارك لنا في حاجتنا وفي حلالنا بس، مش عاوزين حاجه تاني والله. اهو بص واقف ازاي الحلس بيتدشر. حلو الدشار ده، بس مش عاوزك تتعود عليه. ها المفروض بقى ترمي نفسك وتنزل، كفايه كده. المفروض تنزل ما تطولش قوي، ولا عشان المشوار بعيد والمسافه بعيده فانت مطول. يلا يا عم، يلا يا عم انزل اهو يا رجاله. هرجع لكم تاني اول ما ينزل يا جدعان. هو بص عاوز ينزل اهو، عاوز ينزل اهو. بص بص عاوز، بص يبص تحت ازاي، رامي جسمه كله تحت اهو، عاوز ينزل. يلا هرجع لكم تاني يا رجاله.
بص يا رجاله، بص الحلس اهو 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 اهو. بص راح فين؟ خد يا ابني، تعالى هنا، تعالى هنا. ننقله بس الزغاليل. وراح فين يا حبيبي؟ هو نزل في الوقت كده، مش عارف راح فين، مش عارف راح فين. هنبص عليه كده بص. مش باين، مش باين. ارجع لكم تاني يا رجاله اول ما يظهر على طول. مغامرات بقى بالمره، نقضي مغامرات. انتوا بتحبوا المغامرات انا عارف. يلا ارجع لكم تاني اول ما يجي. بصوا يا اخواتي، ما جاش الحلس لحد دلوقتي، ولكن اللي انا عايز اقوله لك بقى، اللي انا عايز اقوله لك بقى، وركز معايا. الكرشه دي جت مصلحه. الكرشه اللي انا عملتها دلوقتي دي جت مصلحه ليك انت قبلي انا. خلاص؟ الزغاليل دي اتفركشت دلوقتي او عطيتهم هشه خفيفه. عملوا ايه؟ كلهم طلعوا طاروا وراح نازلين على الغيه. الحلس عمل ايه؟ طلع ركب لي الارسال ده فوق. خلاص؟ وهو على الارسال فوق شاف الغيه وشاف اخواته. الصح اللي هو يعمله يرمي نفسه من فوق على الغيه. ما عملش كده. عمل ايه؟ نزل وراح لافف كده وراح نازل في الواطي، واقف على بيت عادي لسه زغلول طري، وراح جاي ناحيتي كده وراح لافف من ورا العماره وما جاش تاني. هو كده واقف فين؟ هو كده واقف ورا العماره ورا. انا الزغلول ده ما بحبوش. ايه؟ الزغلول ده انا ما بحبوش. ليه؟ لان من سلوك زغاليلي او بيوتي اللي الزغلول اكتر حاجه يجري عليها ويحبها هي غيته. لو وقع في بيت، وقع في شارع، وقع في مكان واطي، اول ما بيشوف غيته بيجري عليها. طب ده شاف غيته مره وشافها اتنين وشافها تلاته ومن فوق الغيه ما رضاش ينزل مع الزغاليل مع اخواته. طب يا عم التربو، ما الحلايسه دي بيوتك. اتذكر من سكتي ومن حمامي. النتايه انا اول مره اجربها. النتايه انا اول مره اجربها. يعني هو خايب؟ انا ما قلتش هو خايب، ولكن هو عمل سلوك انا ما بحبوش في الزغلول. ايه هو السلوك ده؟ اللي انت تعدي من فوق غيتك وما تنزلش تحط عليها. انا مش ضربك بالنار، ده انا عامل واحده هش كده بسيطه، واخواتك كلهم زيك اهم. ما اللي يرسى عليك يرسى على اخواتك. فهمت؟ فالزغلول الحركه اللي عملها دي مش حلوه. الحلس 3 مرات تبص للغيه وتعدي من جنب منها ما تنزلش تحط عليها، دي مش حلوه في حد ذاتها، ولكن نلتمس له العذر لان هو لسه زغلول طاري. لكن انا بقول لك الصح ايه، وانا عندي سكه الحلايسه بالذات يا جدعان. بس النتايه القديمه اللي ماتت كنت اتحدى اي حد ياخد زغاليل ويضيعها. عارف ليه؟ ليه؟ لانك مهما تقول لها هش الزغلول يروح ويجي على الغيه كانك رابطه باستك. كانش يقف في حته بره ابدا، ما يركنش بره ابدا. دي سكه الحلايسه كانت عندي كده، ولكن كانت النتايه اللي ماتت. النتايه اللي تحت دي لسه مجربها، اللي انا لسه واخد منها الزغلول ده مع الدكر بتاعي. فهنا انا بثبت لك ان النتايه عليها عامل كبير في النصاحه بتاعت الزغلول. عليها عامل كبير في نصاحه الزغلول النتايه. حتى لو الدكر بتاعك جامد قوي ودخلت عليه نتايه خربانه ولا بايظه ولا عبيطه، اعرف ان الزغاليل بتاعتك ممكن تطلع مش كويسه. خلاص؟ فاحنا هنسيبهم دلوقتي وانا قاعد منتظره. اول ما هيجي طبعا مش هينفع ان انا اقفل الزغاليل لان هو هيجي على نيارهم. ده هو ما رضاش يجي على نيارهم، فمش هينفع ان انا اقفلهم. فهسيبهم شويه وقاعد معاهم لحد اما يجي. خلاص يا رجاله، نكملوا الفيديو بكره. ادعوا لي بالشفا اخواتي وحبايبي. اتمنى اللايك بتاعكم، اتمنى الكومنت كويس، ومعلش لو بتاخر معاكم في الفيديوهات اليومين دول، اعذروني غصبا عني والله. تحياتي ليكم ولكل الناس اللي بتتابعنا من جوه مصر ومن بره مصر. تحياتي لكل الوطن العربي. احلى مسا عليكم واحلى مسا على كل الناس، والتربو من مكانكم بيمسي عليكم يا اجدع ناس. السلام عليكم.